اهلا وسهلا بيكم. النهارده طالع اتكلم معاكم في موضوع انا ما اتكلمتش عنه قبل كده في القناه، وطالع اوعي الشباب بحاجه بسيطه قد كده اهو. طبعا مش كل الشباب، ولكن جزء منه. فعايز اتكلم معاكم في الموضوع ده. كان ليا صديق يعني، فكان هو مصاحب بنته كده يعني وخطيبته. فلقيته البنت بتعامله معامله مش حلوه. فهو صاحبي يعني، هو صديقي يعني، هو مش هيتكسف اما اتكلم معاه. فلقيت البت بتعامله معامله مش حلوه، فانا مستغرب هو ايه ده. هو يا ابني ايه ده يا ابني. فالبت عموما مشيت من هنا. قعدت انا والولاد على القهوه بالليل ومش عارف ايه، فبنتكلم وبنهزر مش عارف ايه. ففي نص الكلام قلت له بقول لك يا اسطى بتعاملك كده ليه؟ بيقول لي اصل بحبها. قلت له معلش، بس هو الكلام بالعقل يعني. هو انا شايفها بتعاملك معامله كانك يعني استغفر الله العظيم عبد عندها يعني، وبتعاملك وحش وتزعق لك ومش عارف ايه. فلقيته بيقول لي لا يا عم، ده هي طريقه كلامها كده ومش عارف ايه. هو مبدئيا يعني، هو انا كنت هديله 100 قلم في الوقت ده. ولكن انا عايز اتكلم بقى مع الشباب في حاجه بسيطه. بصوا يا جماعه، انا مش بقول لك بمعنى الكلام ده ان انت عاملها وحش عشان تعاملك حلو ومش عارف ايه. لا 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 لا. انا هقول لك ببساطه شديده. افتكر في الفيديو اللي قلت لك انك تختار الواحده بناء على اخلاقها. يعني هي في الاساس محترمه واخلاقها كويسه، اوكي. ربنا خلقنا كرجاله. يعني انت كراجل ربنا خلقنا في الطبيعه البشريه ان احنا لازم يكون لنا احترام ووقار، لان انت راجل. ما هو معلش، مع احترامي الكامل لاي حد، انا طبعا وارد يكون مثلا واحده بتتفرج عليا فهي متزوجه مثلا. معلش انا اسف، هو مين اللي بيجيب القرش في البيت، الراجل ولا الست؟ الراجل. كويس. يعني الراجل المفروض يبقى بحكم ان هو بيجيب القرش وبحكم كل حاجه طبعا ان هو لازم يحترم. وحتى ان ما كانش هو، ان كنتوا انتوا الاثنين مثلا بتساهموا في البيت وبتساعدوا، لازم برضو الراجل يبقى له احترام. فاهم؟ ما هو انت معلش انا اسف، النهارده لما تكون مثلا شريكه حياتك، هنقول انها خطيبتك دلوقتي، بتعاملك وحش وبتعاملك باسلوب زي الزفت، بكره قدام عيالك ما تزعلش بقى، ما تتشتم وتتضرب، ما انت كده كده اصلا ما عندكش دم. انت فاهم؟ يعني انا عارف اني بتكلم باريحيه شويه وبتكلم بكده، بس انا عايز افهمكم على نقطه بسيطه خالص. ان ما ينفعش للمره المية شريكه حياتك عاملك باسلوب وحش او تزعق لك. يعني يا ابني انت راجل يا ابني، انت عارف يعني ايه معنى؟ انت لو فهمت معنى كلمه راجل هتعرف ان انت ماشي في سكه. يعني ايه ده؟ ايه ده؟ وطبعا مش صاحبي بس اللي كده، ده يعني شباب كتير تلاقي البت مش ممشيه قدامه زي الدلدول كده. لا، الكلام ده غلط. ايه الكلام ده غلط؟ راجعوا نفسكم وبرضه مش عشان بس انا عارف الهجوم بتاع البنات تحت في الكومنتات. اما انت عايزهم ايه؟ عايزهم يتحكموا فينا ومش عارف ايه. لا، انا مش بقول كده، ولكن انا بقول ان الراجل لازم يبقى ليه هيبه ووقار. ما ينفعش النهارده واحده تشتمني ولا تهزقني ولا مش عارف ايه وقول اصل بتحبني. يا ابني بتحبك ايه يا ابني؟ حبك بورس ولا بتحبك؟ مفيش حاجه اسمها كده. في اللي انا اعرفه ان هي ما دام بتحبني يبقى تحترمني، غير كده عادي شو ارميها وشوف غيرها. دول كتار يا ابني، البنات كتار، البنات النهارده معديين 5 مليار واحده. اللي بص، اللي مش على هواك اعمل كده، اعمل زيي. انا بعمل كده اهو. مرتبط بواحده، حسيت بواحد في المية، مش هقول لك حتى يعني 50 60%، لا 1%، ان هي بدأت تلعب بديلها. لا يابا، شكر الله سعيكم، اتكل على الله ونشوف غيرك. هي كده. ما هو بص اقول لك على حاجه. اصل انت يعني شريك الحياه ده، ما هو ليه النهارده حالات الطلاق كترت؟ لان من الاساس الحوار في البدايه كان غلط. انت مختار غلط في البدايه، انت مختار غلط. ومستغرب ليه حوار الطلاق حصل. طب ما انت من طبيعي جدا عشان انت مختار غلط. فاهم؟ يبقى يا جماعه انا بعدها لكم المره المية، يا جماعه حوار ان انت ما تصاحبش اي حد يجي في وشك. ما انت مش كلب معلش يعني. ما تقولش اصل اللي قدامي. هو يا ابني هو اللي قدامك يعني؟ انت برضو بستغرب برضو من الناس يقول لك يا عم يلا اي حاجه وخلاص. هو اي حاجه يا ابني؟ اي حاجه ايه؟ لو انت هتصاحبها بس اقول لك ماشي، اي حاجه في داهيه مش هتفرق. لكن دي واحده هتبقى شريكة حياتك، يعني هي اللي انت هتكمل مع عمرك. الا بقى اذا كنت بقى هتتجوز عليها 2 و3 و4، دي حاجه ترجع لك. ولكن انا اللي انا عايز اقوله الاحترام. يعني ده بين قوسين، اصل دي مش واحد صاحبك، لا هتبقى خطيبتك وهتبقى مراتك وهكذا. فلو انت من البدايه شاكك، ومش هقول لك يعني، عارف انت عارف يعني 1%، يعني شك بسيط كده
ان هي بتخونك، او ان هي اخلاقها وحشه، او ان هي مش تمام، او ان هي اي حاجه، سيبها. يا سلام، ده البنات على قفا من يشيل. سيبها. بص يعني انا اللي بقول لك اهو، البنات يتمنوا، بس انت لازم تبقى حد فعلا على وضعك. بس يا شباب، عارف صدعتكم، بس انا حبيت اطالع انوه الشباب لحاجه زي كده. والله يا شباب، مع السلامه. سلام عليكم.